عيشتهم بقى وكانوا بيلبسوا ايه طيب، وكانوا بيستخدموا ايه. يعتبر أول درس في الترم الثاني بالنسبة للتاريخ الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية طبعا مقدمة كده، يعني المجتمع المصري القديم أول ما أنشئ كان في حرص على الوحدة والتماسك. والمصري القديم كان فاهم يعني إيه وحدة الأسرة وتماسكها. يعني البيت اللي مبني صح بيطلع مجتمع صح. طبعا انتوا المفروض دلوقتي فاهمين، او يعني ابتديتوا تبقوا واعيين ان لما بيبقى في مشاكل في الاسر، المجتمع بيبقى فيه مشاكل. تمام. فعشان كده المصري القديم من زمان كان مهتم بجزئيه ان يبقى في وحده وتماسك في الاسره. مش هينفع دلوقتي، معلش انا اسف. آه طبعا الكلام ده كله كان بيؤدي ايه لما يبقى في وحده في المجتمع او وحده في الاسره بالاساس، كان بيؤدي لازدهار. عشان طبعا يوصل للنتيجه دي كان لازم يطبق العداله والمساواه. الكلام ده عن طريق استخدام ايه؟ استخدام القانون. يعني انا عشان خاطر ابقى في عدل وفي مساواه لازم يبقى في قانون يمشي على الكل. الكلام ده المفروض مفهوم، ما فيهوش حاجه صعبه. آه العلاقات الاجتماعيه عند المصري القديم هنتكلم فيها، واختلاف العادات والتقاليد عند المصري القديم والوقت الحاضر هنتكلم فيه. الحياه عند المصري القديم كانت جد وكفاح بس، ولا كان المصري القديم يعرف الالعاب والموسيقى والغناء والحفلات؟ طبعا طبقات المجتمع المصري القديم ليه علاقه والاسره والمسكن والتاسيس بيبقى عامل ازاي عند المصري القديم، والملابس والزينه، العادات والتقاليد، وسائل التسليه والترفيه والاعياد والاحتفالات. طبعا الحياه الاجتماعيه مقصود بيها ايه؟ الحياه الاجتماعيه، حد عنده تعريف للحياه الاجتماعيه؟ نمتوا؟ قول يا عبد الله. الحياة الاجتماعية مجموعة من العادات والتقاليد كانت تتمسك بها جميع الطبقات. أنا بحاول أتذكره. الشعب الذي ثواني. حاسس إن أنا بتلخبط صح؟ قول بس. ماشي، اللي هو في مسكن والملبس والمأكل والمشرب وغيرها. انت بتقرا من كتاب ايه؟ اللي هو الامتحان، حاسس إن أنا بقرأ غلط ولا؟ لا، مش بتقرا غلط ولا حاجه. بص يا سيدي، انا برضو ماسك كتاب الامتحان. تمام. المقصود بالحياه الاجتماعيه الحياه اللي احنا عايشينها، اللي هي بتاعت انا واخويا وبابا وماما وخالتي وعمتي، والفرح والرحله اللي احنا رايحينها مع بعض، العيله وكلام من ده. يعني مجموعه من العادات والتقاليد التي كانت تتمسك بها جميع طبقات الشعب المصري في المسكن والملبس والمأكل والمشرب وغيرها. الحياه اللي احنا بنعيشها هي الحياه الاجتماعيه. يعني احنا متعودين كشعب مثلا بناكل ايه دلوقتي؟ اي حاجه، مثلا هنقول فراخ، هنقول لحمه، هنقول كشري، هنقول عدس. ده الاكل اللي احنا بناكله. ايام المصري القديم كان ليهم حياتهم الاجتماعيه اللي هي نفس الكلام ده كله. بنزور بعض في الاعياد، هم برضو كانوا بيزوروا بعض في الاعياد. لما يبقى في فرح بيروحوا برضو يحتفلوا حاجات زي كده، واحنا كمان بنروح ايه؟ نحتفل، نلبس هدوم جديده في العيد، بيلبسوا هدوم جديده في العيد. فهي دي الفكره. الحياه الاجتماعيه مجموعه من العادات والتقاليد التي كانت تتمسك بها جميع طبقات الشعب المصري في المسكن والملبس والمأكل والمشرب وغيرها. وضحت؟ ممكن تعمل لي علامة لو عايز تقول لي تمام، عرفني ابقى عارف ان انتوا معايا على الخط. تعرفوا تجيبوا علامة اللايك ماشي ولا تمام. تعرفوش؟ تمام ماشي. طبقات المجتمع المصري القديم اتكون المجتمع المصري القديم من عدة طبقات. تمام. طبعا يعني ايه المقصود اصلا بالطبقة الاجتماعية؟ يعني ايه طبقة اجتماعية؟ مجموعة من الافراد بتجمعهم صفات ومصالح واهداف مشتركة. يعني ايه؟ يعني الطبقة الاجتماعية، في طبقة مثلا طبقة الأغنياء. تمام. مجموعة من الأفراد تجمعهم صفات ومصالح مشتركة. طبقة الأغنياء دي طبقة في بينهم صفات ومصالح مشتركة، هم بينهم بعض بيزنس، فلوس، حاجات زي كده. الطبقة مثلا الوسطى مصاريف، يعني مصاريف حياتهم أو دخلهم متوسط. تمام. هنتكلم على أقل درجة من كده، هيبقى مثلا الطبقة الفقيرة. ده مثلا يعني. لو جينا بصينا على التقسيمه بقى اللي موجوده في الكتاب، بيتكلم بسم الله الرحمن الرحيم. نمره واحد فرعون واسرته، دي كانت اول طبقه.
تاني طبقة الوزراء وكبار الكهنة والكتبة وحكام الأقاليم. تالت طبقة صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف المتميزين. رابع طبقة عمال الزراعة والحرفيون والرعاة اللي هم أقل ناس أو الطبقة الفقيرة. تمام؟ تمام. كانت الأسرة القديمة كانت الأسرة القديمة يعني شأن الأسر الحالية أو زي الأسر اللي موجودة دلوقتي بتتكون من أب وأم وأبناء وكل واحد منهم ليه دور بيأديه. تمام؟ طبعًا رب الأسرة ليه واجبات وليه حقوق. واجبات رب الأسرة وقتها إيه؟ بيراعي أسرته وبيحميها، بيوفّر كل حاجة الأسرة بتحتاجها، وكمان حقوقه ليه الطاعة والتقدير والاحترام من الزوجة والأبناء، وده طبيعي، ده اللي إحنا بنعيشه دلوقتي، ما فيهوش حاجة غريبة. طيب ده الأب. بالنسبة للأم، احتلت في مصر القديمة مكانة مهمة في الأسرة. هو المفروض إن دور الأم دايمًا مهم في أي أسرة وفي أي عصر وفي أي زمان وفي أي أوان. واجبات الأم إيه؟ الإشراف على شؤون بيتها من تنضيف وترتيب وطهي وتربية الأبناء. تمام؟ ومساعدة زوجها في بعض الأعمال زي مثلًا الزراعة، وحقوقها ليها حق في الوراثة والشهادة والتعاقد والبيع والشرا، ده أيامهم. تمام؟ طبعًا بالنسبة كمعلومة إسرائيلية يعني بالإضافة لدور المرأة كأم في مصر القديمة، كان ليها دور سياسي وعسكري زي الملكة حتشبسوت وإياها حتب. إياها حتب عملت إيه بقى لو يفتكر مصطفى، لو يفتكر عبد الله، لو يفتكر هي يحيى؟ حتب هي اللي حفزت أحمس أحمس أخوه كان جوزها برضه بطل من الأبطال اللي كانوا بيحاربوا الهكسوس. تمام؟ يعني الست كان ليها دور مش بس في البيت، لأ وكمان برّه، سواء سياسي أو عسكري أو حتى ممكن يكون اقتصادي كمان لو كان زي حتشبسوت كده عملت تبادل تجاري بيننا وبين بلاد بونت. تمام؟ طيب الأبناء، واجبات الأبناء إيه؟ الحرص على التفوق في الدراسة، احترام والديهم ومساعدتهما في أعمالهما. تمام؟ رعاية كبور والديهم بعد وفاتهما، والحقوق بتاعتهم ليهم حق التربية والتعليم بتاع آداب السلوك الحميد والأخلاق الطيبة والعلوم المختلفة. يعني زي مثلًا ما أي أب وأم بيعملوا دلوقتي. يعني أنت المفروض كطالب أو كابن أو كابنة، المفروض بتبقى حريص على التفوق في الدراسة وعلى رعاية الوالدين وبتحاول تساعدهم في أعمالهم. ويعني زمان بقى كان رعاية قبور والديهم بعد وفاتهم، يعني زمان عشان خاطر كان المجتمع كان مختلف وحاجات زي كده، لازم يروح يراعي القبر بتاع والديه، ده زمان. الحقوق، ليهم حق التربية والتعليم، مش بس بقى تربية وتعليم، ده كمان التربية وتعليم الأدب والسلوك الحميد والأخلاق الطيبة والعلوم المختلفة. ال يعني معلومة إسرائيلية برضه كان من نصائح الحكماء كم هو جميل أن يطيع الطفل والديه فيصبحا بذلك في فرح عظيم. يعني طاعة الوالدين بتخلّيك أنت توصل لمرحلة من مراحل الفرح، وكذلك الأب والأم هيبقوا إيه، راضيين ومبسوطين من اللي بيحصل ده يعني. العلاقات الأسرية، كان المصري القديم يعتني بأسرته ويحرص على إسعاد زوجته ولا ينازعها ويعاملها بكل رفق وحنان، وكان الزوج بيساعد زوجته في المنزل إذا اقتضى الأمر ذلك. المفروض إن آآ أي رب أسرة يعني في تكوين المجتمع بيكون مسؤول عن الزوجة وعن الأبناء، والزوجة كذلك بتبقى مسؤولة عن برضه الزوج وعن الأبناء، كل واحد بدرجة وكل واحد باختصاص، والأبناء نفس الكلام. أنت المفروض كطالب دلوقتي أو كطالبة عارفين مسؤولياتكم، وعارفين أنتم عايزين تعملوا إيه، المفروض يعني، وبالتالي بتعملوه، ده بيبسط الأب والأم. هنرجع هنا تاني العلاقات الأسرية، المصري القديم بنقول بيعتني بأسرته ويحرص على إسعاد زوجته ولا ينازعها ويعاملها بكل رفق وحنان، والزوج كان بيساعد زوجته في المنزل إذا اقتضى الأمر ذلك. طيب نتكلم على المسكن وتأسيسه. كان المساكن بتاعة المصري القديم بتتبني من الطوب اللبن، اللي بتتكوّن من طابق واحد أو طابقين. وانقسم المسكن إلى مساكن عامة الشعب، ودي كانت بتتميز إنها حاجة بسيطة، تميزت بالبساطة، واتكوّنت من حُجرة أو حُجرتين. يعني كان المسكن زمان بيتبني بالطوب الني أو الطوب اللبن، هي عبارة عن طمي أو تراب وبيتحط عليه مَيّة بتتعجن وكده في بعض، وبيتعمل شكل قالب طوب، وبيتبني طوبة، وبيتحط برضه العجينة ما بينهم، برضه نفس القصة كأنها المونة يعني، وبيبنوا يعني بالشكل ده الأوضة أو الأوضتين اللي هو يعتبر البيت بتاع عامة الشعب أو بتاع المصري البسيط يعني.
مساكن الأغنياء كانت أحسن شوية من كده، كانت أكثر اتساعا، كبيرة شوية، وفيها حدائق جميلة، والجدران بتاعتها كان بتتحلى بزخارف ونقوش. قصر فرعون طبعا كان فيه فخامة جامدة جدا، وكان كبير جدا متسع جدا، لأن طبعا ده المفروض إن ده فرعون أو الملك يعني. أساس المسكن، العفش يعني اللي كان موجود عند المصري القديم، اختلف طبعا الأساس من بيت للتاني. ليه طبعا اختلف الأساس من بيت للتاني؟ بما تفسر، وذلك حسب الظروف المعيشية للأسرة. كانت منازل المصريين القدماء مليئة بما يلي. يعني طبعا احنا بما تفسر اختلف الأساس من منزل لآخر، ده بيرجع لإيه؟ وذلك حسب الظروف المعيشية للأسرة. يعني لو أسرة بسيطة، العفش بتاعها أو الأساس بتاعها يختلف عن أسرة ليها علاقة بمساكن الأغنياء، وهيختلف عن لو حاجة في قصر الفرعون. كانت منازل المصريين القدماء مليئة بما يلي. العفش اللي موجود عندهم كان عبارة عن إيه؟ الأسرة، تمام؟ السراير يعني، الوسائد اللي هي المخدات، المقاعد، الكراسي، الصناديق الخشبية لحفظ الملابس اللي هي زي الدولاب، يعني صندوق خشب كانوا بيستخدموه زي الدولاب بيحطوا الحاجة فيه، والموائد اللي هو نقدر نقول الطبلية أو السفرة أو الترابيزة، تمام؟ وأوعية الطعام والمياه. يعني هم كانوا عاملين طباق لل يعني للأكل، وأوعية كمان للمية. الملابس، نفس السؤال بتاع بما تفسر. اختلفت ملابس المصريين في مصر القديمة بما تفسر بسبب اختلاف طبقات المجتمع، حيث هنا بقى بنقول ايه؟ ان في اختلاف في طبقات المجتمع، وبالتالي حصل اختلاف في شكل الملابس. كانت ملابس عامة الشعب المصري تصنع من الكتان، يعني اغلب الشعب المصري لابس كتان. اتنين، كانت ملابس فرعون والاغنياء تصنع من الحرير المستورد، اللي هي وكانت بتتجاب من فينيقيا او اللي هي سوريا، تمام؟ وكانت تطرز بالذهب والفضة. لو انا بتكلم في حد عنده سؤال او في حاجة انا قلتها بسرعة، او حد عايز يسأل في حاجة معينة يتدخل ويقول، مفيش مشكلة. تمام. تمام. الزينة، المصريين القدماء كانوا بيحبوا يتزينوا، يعني استخدموا العقود. طبعا هو المفروض المصريات يعني اكتر كانوا بيحبوا العقود والاقراط اللي هي يعني العقد والحلق والاساور والعطور والامشاط اللي هو الجمع مشط يعني، والحنه والكحل والخواتم. يعني المصريين كانوا بيهتموا بالزينه، واعتقد ان ده يقصد بيه المصريات اكتر يعني. آه، طبعا هنا في لو في حد فاتح الكتاب في سؤال هنسأل ونشوف الرد بتاعكم. لو حد جاهز يعني او قاري، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. مثل صغار الموظفين وأصحاب الحرف المتميزون الطبقة نقط من طبقات المجتمع المصري القديم، الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة؟ التالتة. الثالثة. مين اللي اتكلمت؟ أنا ملك. أنت ملك؟ استني يا ملك، ده احنا في آخر الكلام هقول لك حاجة، بس لما نشوف الموضوع ده. أنت ما حضرتيش الحتة اللي في الأول. ماشي. هو تمام. مثل صغار الموظفين وأصحاب الحرف المتميزون الطبقة الثالثة من طبقات المجتمع المصري القديم. طيب السؤال لا الثاني. معلش ثاني، الرابعة. لا، هم الثالثة. دي كده يعني بعد ما عملتيها، هو مصطفى حللها الثالثة. مشاكل بقى حلوها بينكم وبين بعض. الثالثة ولا الرابعة؟ الثالثة. الثالثة ولا الرابعة؟ هي الثالثة، لأن ده موظف عنده دخل يعني، وبرضه يعتبر يعني عنده حرفة، متميزون يعتبر طبقة ثالثة. تمام؟ أنت كنت معانا في الطبقات؟ لا، أنا من اللي أنا مذاكراه. طيب، لا اللي أنت مذاكراه هقول لك أنا على حاجة. الطبقة الأولى، أنت طب حضرتي الحتة دي وإحنا بنقولها؟ لا، هو أنا أكمني ساعات بتلخبط ما بين الطبقة الثالثة والطبقة لا الرابعة. ركزي، ما هو ركزي. الطبقة الأولى ده فرعون وأسرته، تمام؟ م. الطبقة الثانية الوزراء، ركزي بقى في الكلام، الوزراء وكبار الكهنة والكتبة وحكام الأقاليم اللي هم المحافظين والوزراء يعني زي دلوقتي يعني. تمام. الطبقة الثالثة، بصي بقى، صغار الموظفين، تمام، والتجار وأصحاب الحرف المتميزين. صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف المتميزين. طب الطبقة الرابعة، عمال الزراعة والحرفيون الرعاة، تمام، او عمال الزراعه والحرفيون والرعاة. الحرفيون دول مش متميزين، والرعاة اللي هم بيرعوا مثلا ايه الاغنام والماشيه وحاجات زي كده، والعمال الزراعه الناس اللي شغاله في الزراعه. خش على السؤال الثاني. اي مما يلي كانوا جزء من الطبقه الرابعه في مصر الفرعونيه؟ تجار،
الحرفيون، الكتبة، حكام الأقاليم. غلط. الحرفيون. تمام. أي مما يلي كانوا جزء من الطبقة الرابعة في مصر الفرعونية: التجار، الحرفيون، الكتبة، حكام الأقاليم. هنا هنتكلم عن الحرفيون. تمام. تمام. التجار طبقة ثالثة. طيب هنتكلم عن العادات والتقاليد. اختلفت في مصر القديمة حسب الموقف. يعني إيه؟ يعني العادات والتقاليد اختلفت في مصر حسب الموقف. زي إيه؟ الطعام، الأكل بتاع المصري القديم، كان المصريون القدماء يتناولون 3 وجبات في اليوم. تمام؟ يعني إحنا برضو زي ما بناكل 3 وجبات في اليوم، هم كمان كانوا بياكلوا 3 وجبات في اليوم. يغسلون أيديهم قبل تناول الطعام وبعد. يبقى المفروض برضو إحنا كمان بنعمل الكلام ده، أنت بتغسل إيدك قبل الأكل وبعد الأكل. يتناولون طعامهم في بداية الأمر على الحصير، يعني كانوا قاعدين على الأرض ياكلوا. تمام. الحصير زي السجادة كده، بس بتبقى معمولة بالخوص. تمام. ما حضرتش أنت الحصير؟ ما شفتش الحصير؟ أوريه لك بعد كده. ثم عرفوا الموائد المنخفضة اللي هي الطبلية. تمام. ثم عرفوا الموائد المرتفعة اللي هي السفرة أو الترابيزة ذات المقاعد التي يجلس عليها الأفراد. معلومة إسرائيلية، يعني واحد من الحكماء كان بيتكلم عن آداب الطعام، وكان بيقول: إذا كنت من الجالسين إلى مائدة الطعام فلا تنظر إلى ما يقدم لغيرك. يعني لو أنت قاعد على سفرة أو طبلية أو على الأرض بتاكل، ما تبصش في طبق غيرك، خليك في طبقك أنت. أيا كان أنت واخد أكتر أقل، حاجة أحسن حاجة مش أحسن من وجهة نظرك، يعني خليك في طبقك. ودي معلومة كويسة المفروض إحنا نعيش بيها يعني. آداب الزيارة عند المصريين القدماء: كان المصريون القدماء يلتزمون بآداب الزيارة، حيث لا يدخلون البيوت إلا بعد أن يؤذن لهم. يعني كان المصري القديم بيستأذن الأول عشان يخش، ولما بيتأذن ليه إن هو يخش كان بيخش. وسائل التسلية والترفيه: لم تكن حياة المصريين القدماء كلها جد وكفاح. إيه الدليل على كده؟ إيه دليلنا على إن المصريين كانت حياتهم ما كانتش كلها جد وكفاح؟ حيث كانوا يلجؤون إلى بعض الأساليب للترويح عن نفسهم. زي إيه؟ زي رياضة الصيد والألعاب الرياضية والموسيقى والغناء. لو اتكلمنا عن رياضة الصيد، مارس المصريين القدماء رياضة الصيد. يعني كانوا بيصطادوا الحمام والبط والسمك والغزلان والأسود. الحاجات دي كلها كانت موجودة في مصر، وكانت لغاية دلوقتي على فكرة. ممكن اللي فيكم يعرف يعني الجبال بتاعت مصر، لأن الحاجات دي لما ابتدت تنقرض، اللي عاش منها طلع على الجبال. فالحاجات دي في منها موجود في الجبال، ومش غريب إن تلاقي في مصر ممكن يكون أسد، بس مش هيبقى متواجد في مكان نقدر نشوفه، هيبقى في حتت بعيدة يعني. كانوا بيصطادوا إيه؟ هنرجع ونقول الحمام والبط والأسماك والغزلان والأسود. أهم الأدوات اللي كانوا بيستخدموها في الصيد: عصا الرماية، الحربة. عصا الرماية دي حاجة تشبه الحربة. تمام. الشص أو الصنارة، والشباك عشان لما بيجي يصطاد سمك أو حاجة زي كده، أو حتى حيوانات أو طيور، كان بيرمي عليها الشبك يقدر إيه يمسكهم بيها. الألعاب الرياضية: عرف المصري القديم الكثير منها والتي تمثلت فيه. المصري القديم عرف ألعاب رياضية كتير، زي ألعاب الرجال. زي إيه ألعاب الرجال؟ لعبة التصويب على كتلة خشبية، يعني كانوا بيجيبوا خشبة كده وينشنوا عليها، تشبه لعبة طبعا الرماية يعني. ألعاب المصارعة والمبارزة ورفع الأثقال والتحطيب. ألعاب تعتمد على التفكير زي الشطرنج. ألعاب المرأة: كان لعبة تقاذف الكرة، حاجة كده تشبه إيه يعني، مش عارف، في دلوقتي صيادين السمك باين أو حاجة زي كده ممكن، أو حاجة زي كرة الطايرة. ألعاب الأطفال زي لعبة العصا والطوق. ولعبة إخفاء الوجه. إخفاء الوجه دي اللي هي الاستغماية. العصا والطوق دي أعتقد حاجة تشبه إيه، كان اسمها إيه، تريك تراك. حد فيكم لعب تريك تراك؟ تعرفوا تريك تراك؟ تعرفوش لعبة تريك تراك؟ طيب المهم دي كانت العاب يعني على ايامنا كانت موجوده، واعتقد ان اصلها فرعوني. كره القدم بالمناسبه اصلها فرعوني، عشان برضو تبقوا عارفين. لعبه الاسكواش اصلها فرعوني. العاب كتير يعني، حتى اللي اخترعها او جددها دلوقتي يعتبر مصري يعني، او رئيس الاتحاد بتاعها مصري. ف مصر متفوقه في اللعبه دي. في العاب كتير اساسها الحضاره المصريه القديمه. الموسيقى: عارف المصري القديم الموسيقى وأحبها جدا. كان أهم الآلات الموسيقية اللي كان بيستخدمها المصري القديم المزمار والطبول. الغناء برضو: عارف المصري القديم الغناء.
وكان الغناء مصحوب بالموسيقى أو بدونها، وكان الغناء فردي أو جماعي، وكان الغناء عبارة عن غناء وطني أو غناء شعبي أو غناء ديني حسب المناسبات أو حسب الحالة اللي هم بيتكلموا فيها. الأعياد والاحتفالات. المصري القديم كان بيحتفل بالمواكب والمواسم والأعياد المهمة، أو كان بيحتفل عفوا بالمواكب والمواسم والأعياد المهمة، زي عيد الربيع اللي هو شم النسيم، وعيد راس السنة بتاعتهم، وده يعتبر عيد اجتماعي. عيد الإله آمون، وده يعتبر عيد ديني. عيد جلوس فرعون على العرش، وده يعتبر عيد سياسي. عيد النصر، وده يعتبر عيد عسكري. عيد الفيضان وعيد البذر وعيد الحصاد، تمام، وده يعتبر عيد اقتصادي. يبقى هنا المصريين كان عندهم كذا نوع من انواع الاعياد، اعياد اجتماعيه ودينيه وسياسيه وعسكريه واقتصاديه. العيد الاجتماعي كان عيد الربيع وعيد راس السنه. العيد الديني كان عيد الاله امون. العيد السياسي كان عيد جلوس فرعون على العرش. والعيد العسكري كان عيد النصر. والعيد الاقتصادي كان عيد الفيضان او عيد البذر او عيد الحصاد. هسأل تبقوا معايا، هيبقى أكمل. من وسائل التسلية والترفيه عند المصري القديم إيه؟ من وسائل التسلية والترفيه عند المصري القديم رياضة الصيد. إيه؟ رياضة الصيد. رياضة الصيد، ممكن رياضة الصيد، وإيه تاني؟ الألعاب الرياضية والألعاب الرياضية، وإيه تاني؟ والموسيقى. والموسيقى والغناء. ماشي؟ انتوا لو أي جدتين من دول ممكن يبقوا كافيين. طيب، من الأدوات التي استخدمها المصري القديم في الصيد. ماشي، أو الشص، أيا كان، أنت عندك 4 أدوات ممكن تقولوا منهم 2. طيب، من الألعاب الرياضية التي مارسها الرجل المصري القديم. لعبة التصويب على الكتلة ماشي. الخشبية ماشي. والتحطيب، تمام. وكمان ألعاب مثل الشطرنج اللي هي تعتمد على التفكير. شطرنج ومبارزة. ماشي، مصطفى قال المصارعة. المصارعة. تمام، الله ينور. طيب، من الألعاب الرياضية التي مارستها المرأة المصرية القديمة. لعبة لعبة تقوس إيه؟ الكرة. لعبة تقاذف الكرات. تقاذف الكرة. تمام. طب، من الألعاب الرياضية التي مارسها الأطفال في مصر القديم. إخفاء الوجه. إخفاء الوجه، اللي هي الاستغماية، العصا والطوق. طيب، من الآلات الموسيقية التي استخدمها المصري القديم في العزف. المزمار والطبول. المزمار والطبول، جميل. من الأعياد الاجتماعية عند المصريين القدماء. إيه العيد الاجتماعي اللي كان عند المصريين القدماء؟ عيد رأس السنة وعيد الربيع. عيد راس السنة وعيد الربيع. تمام. عيد الربيع اللي هو دلوقتي احنا بنقول عليه إيه؟ شم النسيم. تمام. طبعا بسرعة كده، أهم نقط في الدرس: الحياة الاجتماعية هي مجموعة من العادات والتقاليد التي كانت تتمسك بها جميع طبقات الشعب المصري في المسكن والملبس والمأكل والمشرب وغيرها. الطبقة الاجتماعية مجموعة من الأفراد بتجمعهم صفات ومصالح وأهداف مشتركة. طبقات المجتمع المصري القديم، بيتكون المجتمع المصري القديم من عدة طبقات على شكل هرم. اتمثلت فيه الطبقة الأولى فرعون وأسرته. الطبقة الثانية الوزراء وكبار الكهنة والكتبة وحكام الأقاليم. الطبقة الثالثة صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف المتميزين. الطبقة الرابعة عمال الزراعة والحرفيون والرعاة. وبالنسبة للأسرة، اتكونت من الأب والأم والأبناء، وكل واحد منهم ليه حقوق وعليه واجبات. المسكن وتأسيسه، انقسمت المساكن إلى مساكن عامة للشعب أو مساكن عامة الشعب ومساكن الأغنياء وقصر الفرعون. وقلنا إن طبعا المساحة بتاعت مساكن عامة الشعب تبقى أوضة وأوضتين مبنية بالطوب اللبن. مساكن الأغنياء بتبقى أكبر مساحة، ممكن يكون فيها جنينة أو حاجة زي كده. قصر الفرعون بيبقى كبير جدا وفخم. طبعا المساكن بتاعت الأغنياء والفرعون بتبقى مزينة، يعني مرسوم على الحيطان بتاعتها وحاجات زي كده. اختلف الأساس من منزل لآخر يعني اختلف الأساس من منزل لآخر حسب ظروف المعيشة للأسرة، يعني حسب الأسرة أغنية ولا فقيرة بيختلف الأساس. الملابس، اختلفت ملابس المصريين القدماء باختلاف طبقات المجتمع، فكانت ملابس عامة الشعب تصنع من الكتان، وملابس الفرعون والأغنياء تصنع من الحرير المستورد من فينيقيا. فينيقيا اللي هي إيه؟ سوري. الزينة، دول الشام تعتبر.
أحب المصريون القدماء التزين فاستخدموا العقود والأقراط والأساور والعطور والأبشاط والحنة والكحل والخواتم. بس أنا أعتقد الحاجات دي المصريات مش المصريين كلهم. العادات والتقاليد اختلفت في مصر القديمة حسب الموقف. ماشي، اختلفت في مصر القديمة حسب الموقف وما يتم فيها، مثل الطعام وآداب الزيارة يعني. تمام. وسائل التسلية والترفيه، كان المصريون القدماء زي ما قلنا من شوية يلجؤون إلى بعض الأساليب للترويح عن أنفسهم، زي رياضة الصيد والألعاب الرياضية والموسيقى والغناء. الأعياد والاحتفالات، كان المصريين القدماء يحتفلون بالمواكب والمواسم والأعياد المهمة عندهم، مثل عيد الربيع وعيد رأس السنة وعيد الإله آمون وعيد الجلوس فرعون على العرش وعيد النصر وعيد الفيضان وعيد البذر وعيد الحصاد. الوقت قرب يخلص. تمام. فهنخش بعد كده على الدرس الثاني مع المقطع الثاني من الزوم. يعني احنا هنقفل وهنفتح تاني. تمام. انتوا المفروض عليكم لغايه فين في التاريخ؟ التعليم اللي هو بعد الكتابة والآداب. أول 3 دروس في التاريخ اسمها إيه في الجغرافيا، أو اللي هو عناصر منها. يعني اول 3 دروس في التاريخ يعتبر. ماشي. تمام. هنكمل يعني في اللي جاي، هنكمل الدرسين التانيين عشان الوقت قرب يخلص. تمام. ده بعد اذنكم يعني ان امكن. ماشي. ماشي ولا مش ماشي؟ تمام، بس عايز أسأل سؤال بس. اتفضل. اتفضل. مين اللي بيتكلم؟ استاذ بيقول بهية؟ أنا كريمة، اتفضلي. عايز أتأكد منك. بيقول لي يرتبط سقوط الأمطار بكافة أنواعها بإيه؟ الرياح ولا التكاثر؟